تعالى اقولك على اسهل وصفة للنودلز وهتعجبك جدا، هتبهرك، ومكونات من البيت. طبعا بننزل ب3 حبات من الطماطم، بنقطعهم مكعبات صغيرة. بنكون مجهزين كرنباية صغيرة، بننزل على الكرنباية بنقطعها شرايح رفيعة جدا. بنكون مجهزين 4 حبات من البصل، بنقطعهم برضو جوانح تقطيع رفيع. بنكون مجهزين الفلفل، دي المكونات بتاعتنا. بنكون مجهزين الفلفل 4 حبات من الفلفل، بنقطعهم برضو شرايح رفيعة. طبعا والجزر بتاعنا بنكون طبعا مش هقولك ابشريه، لا هنقطعه قطع رفيعة جدا زي الفلفل وزي الكرنباية بالظبط. طبعا بننزل بحلة على النار فيها من 2 ل3 زيت. بننزل بنص كمية البصل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بنسيبه كده لما بيدبل من دقيقة لدقيقتين. بعد كده بننزل بالفلفل بتاعنا برضو نفس الشيء، بنسيبه من دقيقة لدقيقتين. بعد كده بنكون مجهزين نص كمية الطماطم اللي احنا كنا مقطعينها، بننزل بنص كمية الطماطم. بنحاول نسيب الخليط لغاية ما يبقى ميكس كده في بعضه ويبقى زي نص سوا بالظبط. بنسيبه شوية. بعد كده بنكون مجهزين الكبدة بتاعتنا. طبعا احنا كنا في الوقت ده بنكون منضفين الكبدة بتاعتنا وغسلينها كويس عشان الزفارة. بننزل بالكبدة بتاعتنا. طبعا يا جماعة انا زي ما قلت لكم انا عاملة كبدة فراخ. بننزل بالكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا عاملة كميات كبيرة لان انا عازمة اصحاب بنتي، فقلت افاجئهم بالاكلة دي لان هم بيعشقوها جدا. طبعا بنقلب المكونات كلها في بعضها لغايه ما بتبقى ميكس. طبعا بنقلبها تقلبتين كده على السريع زي ما انتوا شايفين. بننزل بنص كوبايه ميه، او انا حاطه لتر ميه لان انا عامله زي ما قلت لكم انا عامله كميه كبيره، فنزلت بلتر ميه. طبعا البهارات بتاعتنا فلفل اسمر، بابريكا، ملح، وكنت حاطه بهارات فراخ. نزلنا بالبهارات بتاعتنا في المكونات. وبعدين ملح الليمون ده اساسي، يعني الليمون ده علشان خاطر الزفارة. بننزل بمعلقة او معلقتين كبار. والصويا صوص لو موجود، يعني على حسب الرغبة، يعني لو موجود تمام. انا كان عندي لان انا جايني الحاجة دي من بره، فبصراحة انا حطيت صويا صوص لانها بتخلي الطعم في حتة تانية خالص. بننزل بمعلقتين كبار. بعد كده بنغطي على على الكبدة بتاعتنا. وبعد شوية يعني من ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، بتكون نص سوا كده الكبدة بتاعتنا، يعني تعتبر ان هي جهزت. بنيجي بقى نعمل الخليط بتاع النودلز. بننزل بحلة على النار فيها معلقتين من الزيت، وبننزل بباقي البصل بتاعنا.